لو انت اول مرة بتسمعني على اليوتيوب او على فيسبوك، ياريت تعمل اشتراك في القناة او تعمل متابعة على بيجي الفيسبوك. ولو انت بقى من المتابعين القدام فياريت تعمل لايك. انا احمد صقر، يلا بينا نكمل القصة. غريب جدا انك تقدر تشوف حاجات عدى عليها زمن، كأن عقارب الساعة بتلف بالسالب، بتمشي ثواني وساعات وشهور واحيانا سنين، بتمشي بس للماضي، تروح لمكان كان منور حياة وتشوفه قبل ما يطفيه الموت بثواني، توصل عند لحظات معينة والزمن عندها يبدأ يعد من جديد، والحدث زي ما حصل أول مرة يحصل وكأن المخرج قرر يعيد المشهد من تاني. تشوف الصدمة اللي اترسمت على وشوش الناس قبل ما يروحوا لعالم مختلف تماما. صدمتك ما تفرقش كتير عن صدمتهم، بتحس ان الخطر حواليك في كل مكان. ساعتها بس مش هتبقى عارف السبيل للنجاة من المكان ده. مش فاهم حاجة صح؟ طيب تعالى افهمك. نبدأ من اسكندرية. الموضوع كله كان صدفة، تقدروا تقولوا صدفة، بس صدفة مميتة، مش شيقة قد ما هي مرعبة. كنا على بعد خطوات من الموت. انت لو كنت مكاني كنت هتفكر 1000 مرة قبل ما تاخد قرار أقل وصف انه يتقال عليه انه فعلا قرار غبي. انا اسمي محمد. صاحبي سيد قرر فجأة انه يقضي ليلة راس السنة لكن بشكل مختلف عن كل مرة. يومها قال لي بصراحة يا محمد أنا مش مصدق كل التخاريف اللي بتتقال عن العفاريت والجن، وبصراحة أنا عايز أخلي كل الناس تعرف إن الكلام ده كله كذب في كذب. الناس بتلغي عقلها وبتمشي ورا كلام مش منطقي. عشان كده أنا قررت إن أنا هعمل حاجة مختلفة. أنت عارف البيت اللي على أول الشارع صح؟ البيت ده مناسب جدا إننا ندخله ونقضي فيه ليلة راس السنة. أنا بسمع عنه حكايات كتير وبسمع كمان تحذيرات أكتر من الناس، بس بصراحة كل الحاجات دي مخلياني متمسك إني أدخله وأشوفه بنفسي. ساعتها رديت عليه وقلت له أنت دماغك ساحت ولا إيه؟ دماغك ساحت من كتر القصص اللي بتقراها وبتسمعها؟ بقولك إيه، أنت مش رايح في حتة، إحنا مش عاوزين حاجة تحصل لا قدر الله. قال لي ما تبقاش جبان بقى، هو إيه اللي هيحصل يعني؟ يا سيدي لو شفنا حاجة هنستعيذ بالله وخلاص. رديت عليه وقلت له لا مستحيل، انت شكلك اتجننت خلاص وبتخرف. قال لي انا اتجننت، هتيجي معايا ولا هروح لوحدي؟ قلت له لا، ما هو انا مش هسيبك لوحدك، خلاص اجي معاك مع ان انت شكلك هتودينا في 60 داهية، ربنا يستر. وليلة راس السنة اتصل بيا سيد، قال لي يلا يا محمد انا مستنيك تحت البيت. نزلت من البيت علشان الاقيه واقف وعلى وشه ابتسامة الانتصار وهو بيقول لي ها جاهز؟ رديته وقلت له بقول لك ايه، ما تستفزنيش، ما تخلينيش اغير رايي، انا على تكه اصلا. قال لي اهدى بس، اهدى، انت مكبر الموضوع كده ليه؟ هو احنا داخلين نحارب ولا ايه؟ رديت عليه وقلت له بقول لك ايه، يلا بينا بقى علشان نخلص ونروح بدري، يلا بلا نحارب بلا زفت، انا مش عارف ايه اللي خلاني اطوعك اصلا. وصلنا قدام البيت. وصف البيت مش غريب، بيت عادي زي اي بيت قديم، سور متوسط الطول، جنينة صغيرة، البيت في نص الجنينة. هو كان فيه مشكلتين واجهونا. المشكلة الأولانية إننا هندخل البيت إزاي، ودي ما كانتش مشكلة كبيرة قوي يعني، عشان اكتشفنا فيما بعد إن البوابة بتاعة البيت كانت مقفولة بسبب تراكم التراب عليها. أما بالنسبة للمشكلة التانية فهي إننا عايزين ندخل من غير ما حد يشوفنا تماما. اللي سهل علينا الدخول إن الشارع اللي فيه البيت يعتبر مفيش حد بيمشي فيه تماما، لأنه شارع ساكت طول الوقت. ودخلنا من البوابة زي ما توقعت بالظبط، جنينة ميتة، بيت دهانه
واقع من كتر عوامل الزمن. ما كانش شكله مرعب ولا حاجة زي ما الناس كانت بتحكي عنه. مش عارف حظنا كان حلو ولا وحش، لأننا دخلنا بسهولة شديدة. دخلنا بسهولة من الشباك، وكعادة أي بيت محدش بيدخله من زمن كان مليان تراب وكان مضلم كحل. أنا كنت عامل حسابي، كنت جايب معايا كشاف. طلعت الكشاف ونورت بيه علشان أشوف وصف البيت اللي كنت نفسي أشوفه بشكل أوضح. تقدر تقولي إن هو زي الفيلا، مكون من دورين. الدور الأول كله كان عبارة عن صالون، والدور التاني كان كله اوض للنوم. شكل البيت ده كان لباشا من بتوع زمان، واللي أكد كلامي الصور اللي لقيتها على حيطة من حيطان البيت. صورة كبيرة في النص لراجل في أول 50 من عمره، وأعتقد كده إن اللي جنبه في الصورة دي هي مراته. جنبها صور صغيرة على يمين وشمال الصورة الكبيرة، وكانوا البنت في بداية العشرينات. سيد بص للمكان كده وقال لي: تعرف ايه يا محمد عن البيت ده؟ بصراحة أنا كنت مرعوب وأنا برد عليه. رديت عليه وقلت له: لا معرفش حاجة عنه، بس هو شكله كده بيت من أيام الملك فاروق. رد عليا هو بيتمشى في البيت وقال لي: قصدك علشان الطربوش اللي الراجل لابسه في الصورة يعني؟ بص يا سيدي، البيت اللي احنا فيه ده دلوقتي حصل فيه جريمة قتل من 70 سنة. أنا ساعتها اتصدمت، عشان يقطع كلامنا صوت حاجة بتترزع على الأرض، والصوت كان جاي من شباك من شبابيك البيت. بصيت أنا وسيد ناحية الشباك اللي جاي منه الصوت علشان نشوف خيال أسود داخل من الشباك اللي احنا دخلنا منه بيتلفت حواليه بشكل غريب. ساعتها أنا شعر جسمي كله وقف. يمكن كلمة رعب كانت قليلة قوي على اللي أنا حاسس بيه. سيد كان واقف جنبي. همستله: سيد، انت شايف اللي أنا شايفه؟ ده شكله حرامي. ما ردش عليا. أبص على سيد علشان ألاقيه مبرق ناحيته وجسمه كله بيترعش. المشكلة اللي واجهتنا كانت في الكشاف، لأن الكشاف اللي منور كان منور عليه هو، عشان ساعتها يبص ناحية الكشاف ويجي ناحيتنا، يجي بخطوات ثابتة، بيقرب أكتر. خلاص مفيش بينا وبينه غير خطوتين. كان في إيده سكينة. ساعتها أنا قلت خلاص احنا هنموت دلوقتي. قلبي من كتر ما بيدق كان خلاص هيطلع من مكانه، كنت هفقد الوعي فعلا. لكن اتفزعت لما سمعت صوت واحدة جاي من آخر الدنيا وبيقول: مين هنا؟ مين هنا؟ ساعتها الكائن اللي قدامي ده بصلي وابتسم بخبث قبل ما الاقيه بيجري ناحية الصوت، علشان ساعتها اقدر اتنفس تاني. شديت سيد من ايده وقلت له: ايه ده؟ وصوت مين اللي احنا سمعناه ده؟ لقيته بيقول لي وهو بيتنفض من مكانه: انا مش عارف حاجة، المفروض ان البيت ده مفهوش حد. قلت له: يلا بينا نمشي من هنا يا سيد، يلا بسرعة. ساعتها قطع حوارنا واحدة ست بتجري من قدامنا، وكانت سايحة في دمها. كانت بتجري على السلم الداخلي اللي بيطلع لأوض النوم وهي بتنادي: يا سيدي، يا عباس باشا. عدت من جنبنا وكأننا مش موجودين، أكنها مش شايفانا. بعدها لقينا الشيء ده اللي دخل من الشباك بيجري وراها والسكينة في ايده. راح ناحيتها وكتم بقها وفضل يطعن فيها بالسكينة لحد ما وقعت على الأرض وما قامتش تاني. بعدها بدأ يطلع على السلم اللي قدامنا. بصيت لسيد وقلت له: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده سيد؟ انا مش فاهم حاجة. رد عليا وهو بيتنفض من مكانه كأنه بيتكهرب. لقيته بيقول لي: انا في حاجة كده في دماغي، لو صح يبقى احنا حظنا حلو. ساعتها انا مش عارف ارد عليه، ده مجنون ولا ايه؟ قلت له: حظ مين اللي حلو اللي احنا بنشوفه ده؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ يلا نمشي حالا قبل ما نموت. لقيت سيد بيقول لي: مش هنمشي وما تقلقش، مش هنموت.
رديته وقلت له هو ايه اللي مأكد لك كده ان احنا مش هنموت؟ رد عليا وقال لي لاننا ببساطة احنا دلوقتي بنشوف مشهد لجريمة قتل كاملة ل4 أفراد بعد ما حصلت ب70 سنة. قلت له ايه؟ قتل؟ ايه اللي بيحصل؟ و70 سنة ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ لقيته رد عليا بثبات وبيقول لي انا هشرح لك، تعالى معايا بقى الاول نطلع بسرعة علشان نلحق نتفرج قبل ما يخلص على الباقيين اللي فوق. شدني من ايدي وانا ماشي وراه ومش مستوعب برود اعصابه ولا مصدق اللي بيحصل ده. طلعنا السلم للدور التاني اللي كان مكون من 3 اوض. طبعا سيد شدني ناحية اوضة معينة، الاوضة اللي كان بابها مفتوح وكان طالع منها صوت واحدة بتحتضر. وقفنا على باب الأوضة وشوفنا المشهد التالي. الراجل الغريب ده ماسك السكينة في ايده وبيذبح واحدة نايمة على السرير. سمعنا صوت باب أوضة جنب الأوضة اللي واقفين قصادها بيتفتح وطالع منها راجل كبير ماسك مسدس في ايده. الحرامي لما سمع صوته استخبى ورا الباب، والراجل الكبير دخل الأوضة، وأول ما شاف البنت مقتولة انهار وجرى عليها علشان يطلع الحرامي من ورا الباب ويبدأ يذبحه بالسكينة. بصيت لسيد بخوف، لقيته مبتسم كأنه بيتفرج على ماتش كورة بالظبط، كأني اللي قدامه ده شيء عادي. أنا واقف مصدوم من المجزرة اللي شايفها قدامي. مشينا ورا الحرامي وهو بيروح ناحية آخر أوضة. دخل لقى واحدة ست كبيرة في 40 من عمرها، كانت واقفة جنب السرير. وعلى فكرة هي نفس الست اللي كانت في الصورة جنب الراجل، الصورة اللي كانت موجودة في الصالة تحت. الراجل اللي لسه مذبوح قدامي من شوية، اللي اتذبح بعد ما الحرامي ذبح بنته قدامه. أول ما شافته اترسم على وشها رعب ما قبل الموت. جري عليها، حاولت تهرب منه وحاول يمسكها من ايدها، لكنها اتخلصت منه وطلعت تجري. جرى وراها بسرعة، بدأت تنزل على السلم ومن خضتها اتكعبلت ووقعت. نزل على السلم ببطء علشان أول مرة أسمع صوته. كان بيقول لها محدش بيهرب من قدره يا هانم، وساعتك جت، بس للأسف على ايدي. الحقت شهدي عقبال ما انزلك. قرب منها والسكينة كانت في ايده، مسكها من شعرها وبدأ يمشي السكينة على رقبتها بمنتهى البطء. جسمي اتهز من صوتها وهي بتطلع في الروح، صوت حشرجة الموت فظيع. ساعتها الموبايل وقع من ايدي، لقيت الحرامي ده بيبص ناحيتي. انا كنت بالنسبة له مصدر الصوت. ابتسم ولقيته جاي ناحيتنا، عشان ساعتها اهمس لسيد بصوت تقريبا مش مسموع. بقول له سيد، الحرامي ده تقريبا سمع الصوت وجاي ناحيتنا. انا خايف يا سيد. انا كنت مرعوب فعلا، واللي زود رعبي اني سمعته هو بيقول لي لا انا مش حرامي، انا السفاح. هو انت ما سمعتش عن سفاح كرموز قبل كده ولا ايه؟ حتى لو ما سمعتش عنه، ابسط يا سيدي، اديك هتتشرف بالموت على ايده. بصيت لسيد برعب كده عشان اكتشف انه واقع على الارض وسايح في دمه. ايه ده؟ امتى حصل ده؟ ازاي؟ خلاص السفاح خلاص جاي ناحيتي. انا رجلي مش شايلاني، مش قادر حتى اصرخ. كنت مستسلم وهو بيقرب مني، ولما قرب كنت انا وقعت على الارض. السكينة سابها من ايده، ولقيته مسكني من رقبتي وبيخنق فيا جامد. مش قادر اتنفس، خلاص انا بموت. بصيت له هو بيقول الحق اتشاهد بقى علشان مش هيطلع عليك نهار تاني. شفت بقى ان انا سفاح محترم؟ هسيبك تتشاهد اهو. ساب ايده من حوالين رقبتي ومسك السكينة وقال لي قوم يلا، قوم يا محمد، قوم يا ابني. كنت واقع على الارض وسيد قدامي بيفوقني. اول ما شفت له قلت له ايه ده؟ سيد
انت كويس؟ انت ما متش؟ السفاح ما موتكش؟ لقيت سيد بيهزر وبيقول لي سفاح مين يا عم؟ هو انت لحقت تنام وتحلم كمان؟ لا، السفاح اللي بتقول عليه ده قتلني وعفريتي جاي يصحيك اهو. رديت عليه وانا بقول له السفاح سفاح كرموز يا عم، اللي دخل البيت من الشباك اللي احنا دخلنا منه وقتل فيه كل الناس اللي احنا فيه دلوقتي يا سيد. لقيته بيضحك وبيقول لي يا عم سفاح ايه، ما احنا في البيت اهو الدنيا كحل ومفيش اي حاجة حوالينا، ما يبقاش خيالك واسع بقى. عشان يقطع كلامه صوت كسر من الشباك اللي دخلنا منه ويدخل ظل راجل انا عارفه كويس، عشان ساعتها تبدأ الحكاية من اول وجديد. لو انت معايا لغاية اللحظة دي فحب اقولك ان انا بحييك. يا ريت لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة بتشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناة وتسيب لي رأيك في تعليق. انا احمد صقر، باي باي.